ليه لازم ننام؟ أو إيه اللي هيحصل لو ما نمناش كفاية؟ عشان ننام صح لازم نثبت وقت النوم، وطبعا يكون بالليل، وساعات النوم تكون على الأقل من 7 ل 9 ساعات. طيب إيه اللخبطة اللي هتحصل لو ما نمتش كفاية؟ الذاكرة. بعد فترة المخ بيتوقف عن استقبال معلومات جديدة، وبيتوقف عن إرسال رسائل جديدة للذاكرة. الزهايمر. وأنا كنت بقول إيه؟ شفتوا يا جدعان قلة النوم بتعمل إيه؟ لما ما بتنامش في بروتين سام اسمه بيتا أميلويد بيتكون على خلايا المخ، وتراكمه مع الوقت بيسبب الزهايمر. هرمونات الذكورة والتستوستيرون. إيه ده؟ هو النوم بيأثر على هرمونات الذكورة والتستوستيرون؟ طبعا. الراجل اللي بينام أقل من 5 ل 6 ساعات في اليوم نسبة التستوستيرون عنده بتعادل نسبة التستوستيرون لراجل أكبر منه ب10 سنين. المناعة ومقاومة السرطان. أنت عارف لو نمت يوم واحد بس من 4 ل 5 ساعات بس، ده بيقلل الخلايا المناعية المقاومة للسرطان بنسبة 70%. عارف ده معناه إيه؟ ده معناه نسبة أعلى للإصابة بالسرطان للناس اللي بتنام أقل لمدة طويلة. القلب والأوعية الدموية. أثناء فترة النوم في مواد مفيدة جدا بتقلل نبضات القلب وبتخفض ضغط الدم، وده بيقلل الضغط على القلب والأوعية الدموية. لو اللي بيناموا من 5 ل 6 ساعات في اليوم نسبة إصابتهم بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية أكبر بنسبة 200%. دلوقتي السؤال، الإنسان يقدر يقعد صاحي قد إيه من غير تدهور وظائفه الفسيولوجية والعقلية؟ الإجابة إنه يقدر يقعد صاحي 16 ساعة من غير تدهور الوظائف العقلية والفسيولوجية. بعد كده لما نوصل ل 19 ل 20 ساعة بيبدأ الإنسان بالضبط كأنه بيسوق وهو سكران، بيحصل تدهور ملحوظ في الوظائف العقلية والفسيولوجية. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وتكونوا عرفتوا أهمية النوم.